السلام عليكم خواتي، ايش حالكم؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم يا على بالي اني اسوي سندويشات. اليوم بعلمكم على طريقة حمسة، يعني متابعاتي اللي بتجرب الطريقة هذه راح تسويها مرة ثانية وثالثة ورابعة. تابعوني يا احلى متابعين زهرة بضب. طبعا نحتاج الى ملح ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة باربيكا، ملعقة صغيرة فلفل اسود، وبصل حبة، والفلفل الرومي اذا عندكم مثلا فليفلة اي لون بغيتوا، الوان بغيتوا لون واحد ما في مشكله. صدر دياي قطعه، وزيت الزيتون، وكاتشب الله يسلمكم، وجبن، وكريمه طبخ نص كوب. قبل ما اسوي حمسه الدياي متابعتي براويكم طريقه كيف تقطعون الخبز مع التقطيعه هذه اللي بتحصلونها في كل الجمعيات. تحطون الجبن، اوكي، بعد نحطون الجبن نشوفها بهالطريقة هاي، ونبدأ نحط القطع الثانية فوقها، مش طبعا الحين بعدين. هاي هي الطريقة، يلا نسوي بعد. حطيت زيت الزيتون، بقلي بصل الابيض، حبة بصل ابيض. بنات نسيت اقول لكم تحتاجون بعد باربيكا. بنات دائما اذا تبغوا تسوون سندويشات حطوا زيت الزيتون، لا تحطون زبدة، لان الزبدة لما تبرد تتجمد، اما زيت الزيتون لا. حمر البصل، حطيت صدور دياي، خليه ينطبخ. طبعا من ألذ السندويشات اللي دائما اسويها في رمضان، حتى ايام العاديه تقدرين تسوينها. عندك مناسبه حد جاي تبغون تسوون سندويشات، والله شيء غير لذيذ لذيذ لذيذ. متابعتي جميلاتي لازم تطبخون الدياي عدل، صدور الدياي لين ما ينشف الماي، ماي الدياي. عقب بنحط البهارات. والله في المطبخ الوقت يطوف بسرعة بسرعة بسرعة، والله ما أحس نفسي إلا وقت الأذان. البهارات الفلفل الأسود والباربيكا والله يسلمكم، والملح حطي، وبنحط الله يسلمكم يا متابعاتي لا تنسون أورجانو، خشوقة أورجانو، خشوقة كبيرة. طبعا بالنسبة للبهارات بنات عادي على حسب الرغبة، إذا تبين تكثرين من البهارات عادي ممكن تحطين خشوقة كبيرة فلفل أسود، تحطين خشوقة كبيرة باربيكا، بس أنا ما أحب وايد في السندويشات، ما أحب السبايسي وايد، فأحب دائما يكون شيء يعني عادي. ما أحب السندويشات اللي تكون وايد سبايسي. حط خشوقتين كاتشب، خشوقتين كبار كاتشب، وبنحط الله يسلمكم الفليفلة. يبي الفليفلة حطي. الخطوة الأخيرة بنحط ربع كوب كريمة، متابعاتي ربع كوب بس ما تكثرون، ربع كوب كريمة طبخ، ونبدأ نحرك المقادير كلها مع بعض ونتركها تقريبا لمدة 10 دقائق، وبعد 10 دقائق إن شاء الله برجع لكم مرة ثانية متابعين زهرة. الخلطة جاهزة خلاص، الحين بنحطها على التوست والجبن.
وقبل ما يأذن، وعلينا وعليكم بألف عافية ورمضان كريم. الخلطة جاهزة خلاص، الحين بنحطها على التوست والجبن. نحط الخلطة على التوست مع الجبن، وبنحط التوست الثاني وبنقعد نصففها في الصينية. طبعا على حسب، إذا بغيت تزينينه مثلا عادي. فأنا أتمنى كلكم تسوون الطريقة هذه، من ألذ السندويشات اللي وايد أحب أسويها في رمضان. وإذا عندي مناسبة مثلا ضيوف جايين عندي في البيت بعد ما عجبكم كل شيء أعرف أسوي، بس لأني أنا مشكلتي إني ما عندي وقت. والله لو عندي وقت بتشوفون أطبخ لكم يوميا.